ازاي سفاح مش بيفكر يتراجع ولو لحظة واحدة عن وحشيته؟ ازاي كان منتشي وبياكل لحم ضحاياه باستمتاع مرضي؟ كل الاحاسيس اللي لها علاقة بالتقزز والاشمئزاز وعدم الراحة هي اللي هتفضل مسيطرة عليك طول ما انت بتتفرج. Eat it. مساء الخير، معاكم عبده صفوت في صفوت ريفيا. مسلسل جيفري دامر اللي في تاني اسبوع من عرضه بقى الاعلى مشاهده على نتفليكس، وفضل على الحال ده ل3 اسابيع متتاليين. المسلسل بيصور لنا حكايه ما فيهاش اي نوع من انواع القيم الانسانيه. ازاي سفاح مش بيفكر يتراجع ولو لحظه واحده عن وحشيته؟ ازاي كان منتشي وبياكل لحم ضحاياه باستمتاع مرضي؟ كل الاحاسيس اللي لها علاقه بالتقزز والاشمئزاز وعدم الراحه هي اللي هتفضل مسيطره عليك طول ما انت بتتفرج، لدرجه ان انا مثلا بشم الريحه الوحشه لما مشاهد مثلا معينه تيجي في اوضه جيفري دامر كان وحشي وما يستحقش الاستعطاف باي شكل من الاشكال، وده على الرغم ان نشأته بتحس كده ان ليها عامل قوي في تكوين الشخصيه بتاعته، ولكن برضه يعني ده يخليك تتعاطف مع جيفري بس الطفل. بينقلنا بقى الأزمة بتاعت أصلا المجرم ضحية، أصلا ضحية الظروف والنشأة بتاع، أنت فاهم؟ مش لازم هي ضحية يعني معضلة عندك. ما ياما ناس اتحطت في ظروف، كل المصريين كانوا بينضربوا وهم صغيرين. ما هو أنت شايف دلوقتي حالهم عامل إزاي؟ برضه يعني ده يخليك تتعاطف مع جيفري بس الطفل، مش جيفري اللي قتل 17 واحد. جيفري اصلا من قبل ما يتولد يعني كان امه بتاخد ادويه كتير فشخ وهي حامل فيه، وكان باين قوي من صغره ان هم كانوا مهملينه، ده غير بقى شغفه وهوسه بانه يشرح الحيوانات الميته، وكان بيتم التنمر عليه وما عندوش صحاب ولا دعم، وكونه كمان جاي ده كمان خلى حياته اصعب عشان هيتم تقبله بشكل اقل، خصوصا ايام ومحدش كان عايز يقرب منه، وما كانش حتى عايز ان اللي بيستدرجهم يمشوا، دايما كان فاكر ان هم لو سابوه مش هيرجعوا. زي أمه مش فاهم دي من عندي دي. فكان دايما عايزهم للابد، ودي الحاجه بقى اللي خلتهم يحتفظ بالجثث بتاعته في الشقه بتاعته بتاع، حتى لو الريحه. تقرف الكلب. المسلسل من اخراج رايان مورفي. استنى، لا المسلسل من اخراج رايان ميرفي. بو. شايف الديتيلز واللي ليه خبره في صناعه اعمال اساس قصتها شخصيات واحداث حقيقيه، زي مسلسل امريكان هورر ستوري، واللي كان بيتعاون في كذا موسم منه مع الممثل ايفان بيترس، واللي كان كويس في دوره واصلا شكله مرعب اكتر من جيفري الحقيقي. عجبني السيناريو برضه، مصروف عليه بصراحه، والمزيكا بصراحه جامده فشخ، حتى في الاغنيه بتاعت بليز دون جو اللي هي اصلا جامده فشخ، كانت كلماتها بتعبر عما بداخل جيفري، زي المشهد اللي كان بيقول فيه لكونراك الواد اللي عنده 14 سنه انه زهق من كتر ما الناس بعدت. فانا كنت اصلا بحس اختيارهم للاغنيه. أنا عايز أقول حاجة بقى بخصوص السيناريو، برضو عجبتني يعني. انت كده اصلا هتبقى باين متاكد؟ تطويل قوي، استنى امسك. يعني نعمل ايه؟ يعني بدل مكانك بالكرسي. اعتقد بقى. استنى برضو عايز أجيب حاجة. يا عم بس بطل المنياك كده، امسك يا عم انت المنياك، امسك يا ابن تعالى يا ابن أنا عايز أقول حاجة، اتفضل. وهي ان دايما ايه بتلاحظ ان في الافلام اللي بيبقى البطل فيها شخصيه من بتقتل وبتاع، ان هما دايما ايه بيحاولوا يرومانتسايز افعاله، وهي بقى انه ما كانش بقى مركز على دوافع دمر القتل وبس، وازاي بقى المجرم بيرتكب جرائمه بقتل بارد وخلاص على كده بقى وبتاع. لا بقى كان مركز على الناس اللي هي متضرره منه، وسلط بقى على الظاهره المتكه بقى بتاعت الناس ان دايما ايه تنجذب للشخصيه الشريره الباد اللي بتدبح اللي بتفشخ ده تحاول بقى ترومانتسايز كل حاجه تخصه، زي مسلسل ناركوس مثلا. يعني واحد زي بابلو اسكوبار ده مجرم يا جدعان، ده تبعنا بقى. لا ده كده تبعنا، افتح باب. انا هو عفويه بقى، عفويه بقى. لا هات بص كات يلا بص كات. خش بس من غير صوت. فمثلا واحد بقى زي بابلو اسكوبار دايما بقى كانوا مطلعينه انه شخصيه وطنيه ولا فاميليا بقى والفاميليا بقى، وانا لا فاميليا لا بوتا. فانت فاهمني بقى، كان دايما مثلا ايه الناس تحبه، يا جدعان ده مجرم يا جدعان قتل ناس بالرغم مثلا انهم فعلا ركزوا على الحته دي وانهم ما يطلعوش دمر بالشكل ده، بس تلاقي دلوقتي عادي ناس تطلع تقول اوه جيفري دامر دامر قتل ناس. ليه بقى؟ ده ناس ولاد
انه رغم ان المسلسل مثلا في نص الاحداث خلاص خلص قتل واتقبض عليه وبتاع، المسلسل بدا يركز بعدها بقى ايه على كل العائلات اللي اتضررت بقى والضحايا. بالذات الحلقه السادسه اللي كان عنده امال وطموحات انه يبقى موديل بقى وبتاع، بس فين بقى. بصراحه الحلقه دي كانت بالنسبه لي يعني احسنهم. هي مكتوبه حلو فعلا، بس في بقى حاجه كمان عجبتني، ان هو كان مركز بقى على فكره ايه تخاذل الشرطه ايامها عشان دول شويه مواطنين افرو امريكان، خلاص بقى اي حاجه وحتى لما كان الراجل بقى بيعاتبهم وبتاع يقول لهم انت المفروض تقف في صفنا. يلا اعتقد كده خلصت بقى الفيديو، وبشكر خالد الشورى، وخلاص بقى مش خايله بقى خلاص. كان معاكم عبده صفوت في صفوت ريفيا. بس لو كنت تقدر تمسك الفار ده تقعد تبعبصه شويه كادر في الاول كده.